من الواضح ان الاهلي والزمالك مش مركزين على كاس العاصمه او كاس الرابطه. مش في دماغهم البطوله ديت يعني. الزمالك اتعادل ماتش وخسر ماتش. الاهلي خسر الماتشين، فهم مش في دماغهم البطوله ديت. هم مخططين للبطوله ديت ان هم يستفادوا منها يعني بطريقه معينه. على عكس انا شايف ان الاهلي بتخطيطه ليها احسن من الزمالك. يعني الزمالك فيه عشوائيه شويه في طريقه اللعب، وفيه عشوائيه في تنزيل اللعيبه، وان هو مركز ان هو يريح ولا خايف على اللعيبه انها تتصاب. عنده ماتش الكاس، فهو حاسس برضو ان انا حاسس ان هو تايه نوعا ما، ان هو عايز يوصل لايه. يعني انت عايز تطلع بناشئين، عايز تدعم، ولا عايز تكسب وتكمل البطولة، ولا عايز تريح اللعيبة وتخش ماتش الكاس؟ مش واضحة. في الزمالك فيها عشوائية شوية، على عكس الاهلي يمكن عشان اتغلب اول ماتش هو كده كده ايه، قال لك اريح اللعيبة تاني ماتش برضو، وفي نفس الوقت العب بالاحتياطي اللي ما لعبوش بقالهم فترة، اللعيبة اللي راجعة من اصابة بقالها فترة تلعب. لان هو طبعا عنده بطولتين مهمين، عنده كاس ابطال الدوري، وعنده ماتش مع الهلال، وعنده كأس العالم للأندية. فبيحافظ على القوام الرئيسي، وفي نفس الوقت بيرجع اللعيبة اللي ما بتلعبش بقالها فترة، واللعيبة اللي اتصابت بيرجعهم، بيخلي رجليهم في الملعب. انا شايف ان تخطيط الاهلي افضل من الزمالك، ان هو يستفاد من البطولة دي اكتر. الزمالك تركيزه اكتر على الكاس وعلى الكونفدرالية. يمكن الدوري برضو اخر حاجة يعني، لكن هو تركيزه الاكتر على الكاس والكونفدرالية، اللي هم دول اللي مركز عليهم يعني.